سولوه علاش كتبقى واقف مسمر 90 دقيقه في التيران وشنو دوك الحركات الغريبه اللي كتبقى دير بيديك. قال لهم انا ما جايش غير باش نشجع منتخب بلادي الكونغو صافي، انا جاي تنشر في رساله اخرجوا من افريقيا ايها الذئاب، فلم نعد كلابكم ولم نكن، لسنا متخلفون وارضنا ليست غنيمه لكم، ولم تعد افريقيا حديقه تعبثون بخيراتها. الرساله اللي حملها واللي كان جسد شخصيتها القائد والبطل والزعيم الكونغولي باتريس لومومبا، قائد الحرية، رمز مقاومة الاستعمار وصوت افريقيا اللي مسكتش ورفض ان ثروات بلاده يسرقوها الاوروبيين، اللي تجرأ قدام الامبراطوريات الاستعمارية وقال على هذه الارض ما يستحق الحياة، فاما حياة تسر الصديق واما ممات يغيظ العدا، وقاد شعبه نحو الاستقلال. فكانت نهايته انه تعرض لابشع الاعمال الوحشية في افريقيا. وانا اليوم جاي نحيي الذكرى ديالو لأن العظماء لا يموتون بل يخلدهم التاريخ. 1960 في المطار في المغرب، الحسن الثاني باللبسة ديال العسكر، ديك الساعات كان مازال ما ولا ملك، باقي ولي العهد، وكان كيشغل منصب رئيس أركان الحرب العامة ديال القوات المسلحة الملكية ووزير الدفاع. المهم الحسن الثاني واقف كيتسنى شوية طيارة من الكونغو غادا توصل وغادي يهبط منها واحد السيد. هاد السيد هو باتريس لومومبا. اش جاي يدير في المغرب وعلاش الحسن الثاني كان كيتسناه؟ واستقبلوا في القصر الملكي وفرح به محمد الخامس وشحوا بالوسام الكبير لقلادة العرش العلوي المجيد. وفي الرباط عندنا شارع كبير بسميته باتريس لومومبا. هي انت شكون هاد السيد؟ نفس الشيء في الجزائر كاين حي بسميته، في بزاف ديال الدول كتخلد سميته. في بلاد الكونغو في العاصمة كينشاسا تمثال واقف شامخ في ساحة لومومبا. حتى في بلجيكا الدولة المستعمرة في بروكسل كاين تمثال ديالو واقف. وفي المانيا داكشي علاش ولا بد من نعرفوا القصة ديالو. سيداتي سادتي، حلقة اليوم غادي نعودوا الحكاية ديالو باتريس لومومبا وكيفاش اتفقت عليه CIA والأمم المتحدة وبلجيكا صفاتها ليه ودارت ليه السم في معجون الأسنان وذوباته في لاصيد باش ما يبقاش ليه الأثر. وتابعوا معايا الفيديو من الأول حتى الآخر ما تزقلوا والو، وعلى بركة الله نبداو. 30 يونيو 1960 العاصمة ديال الكونغو البلجيكية كينشاسا، قصر الأمة، كاين حفل رسمي. اليوم ملك بلجيكا غادي يعطي الاستقلال للكونغو مورا 60 عام من الاستعمار ونهب الثروات، وغادي يسلم مفاتيح الحكم للكونغوليين. وناض ملك بلجيكا وبدا الخطاب ديالو تيقول ان بلجيكا جات الكونغو جابت الحضارة والتطور، وان الاستعمار كان مهمة حضارية. ومدح الملك ليوبورد الثاني اللي هو أسوأ مستعمر عرفاته البشرية، قتال قتل اكثر من 10 مليون من شعب الكونغو، وقال ان بفضل بلجيكا حنا عطيناكم الدولة، دابا خاصكم تحافظوا عليها. وطلب من الكونغوليين يحترموا البلجيكيين ويحافظوا على النظام. من بعد رئيس الكونغو غادي يلقي خطاب هادئ رسمي كيحترم البروتوكول وتيشكر بلجيكا وتيهضر على المستقبل. كل شي بخير، الامور تمام. لكن في وسط القاعة كان واحد ما تسرطاتش ليه، هاد المسرحية ما عجباتوش، واللي هو باتريس لومومبا رئيس الحكومة. حس بالإهانة وقال لهم حبسوه وخذ الكلمة. البروتوكول تخلخل والقاعة تزعزعات والبلجيكيين كيتسناو شنو غيقول. لومومبا في اللحظة اللي قلبات التاريخ وقدام ملك بلجيكا مباشرة لقى خطاب مزلزل وقال هاد الاستقلال راه ما عطيتوش لينا هدية بل خديناه دراع بالنضال بالدم بالدموع وبالنار. وفضح الاستعمار وقال ان بلجيكا ما جاتش باش تنشر الحضارة في الكونغو بل جات باش تنهب خيرات بلادنا. وما نسيناش التقتيل وتقطيع الايادي والتسخير والعنصريه اللي درتوا فينا، الضرب والاهانات اليوميه، واعتبرتونا عبيد لاننا كحلين، وسلبتوا ارضنا وخديتوا اليورانيوم. ملك بلجيكا جاتو الصدمه، الوزراء البلجيكيين ما تسرطاتش ليهم، الدبلوماسيين تيقفقفوا والصحافه تفعفعات. باتريس لومومبا مسكين ما كانش كيحسب لي انه في هذا الخطاب اللي دار راه تيحفر قبره بيديه وكيحكم على راسه بالاعدام. رجل قال الحق بلا خوف في الوقت اللي الاخرين حنا والراس. ومن ذاك النهار بدا العد التنازلي باش يصفيوها ليه. Les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres.
قبل ما نوصلوا للنهار اللي غادي يقتلوه وغيدفنوه وغيخرجوه من قبره وغيقردوه طراف وغادي يذوبوه في لاصيد، حتى ما غتبقى من الجثه ديالو غير سنه ديال الذهب خداوها البلجيكيين، وبقات ديك السنه عند الدوله البلجيكيه ما غادا ترجعها حتى ل 2022. غترجعها في صندوق في واحد اللحظه رسميه، وغتقدم بلجيكا اعتذار رسمي للكونغو. ايوا قبل ما نكملوا الحكايه اجي نبداو القصه من الاول. اسيدي ساهله، في القرن 15 كانت مملكه الكونغو مملكه كبيره غنيه، تجاره العاج والمعادن والنحاس والاقمشه والزراعه وتجاره العبيد، وعايشه بخير. 1884 مؤتمر برلين في المانيا، 14 قوه استعماريه مجموعين باش يقسموا افريقيا بحال شي كيكه. بلجيكا ما استعمراتش الكونغو، لا، ملك بلجيكا ليوبولد الثاني خداها ملكيه خاصه بحال شي واحد شرا شي جزيره ولات ديالو، فولات الكونغو ملكيه شخصيه للملك ليوبولد الثاني اللي هو الملك ديال بلجيكا. وتخيل ودار فيها مشروع بروجي باش يدخل الصرف، سماه كونغو فري ستيت، يعني واحد الارض في افريقيا ديال الملك ديال بلجيكا كيدير فيها ما بغى، وكاع داكشي اللي فيها ديالو، ثروات، العاج، المطاط وحتى بنادم. وكان الهدف ديالو بحال اي مشروع هو يدخل اقصى ربح باقل تكلفه، وتما غادي يرتكب في حق الكونغوليين ابشع الجرائم، غادي يعاملهم بابشع الاساليب، لانه كان كيعتبرهم ماشي انسان، كان كيعتبرهم ملك ديالو. وتخيل انه كان مدير لهم الكوطه، كل قريه كل قبيله خاصها كل سيمانه تجيب واحد الحصه ديال المطاط، ديال المعادن وديال العاج وديال الثروات الفلاحيه. وسيرتو المطاط البنو، لان الثوره الصناعيه كانت بدات وبداو الاختراعات ديال الطوموبيلات وديال العربات، فكان العالم كامل محتاج لكميات هائله من المطاط، وكان الثمن ديالو غالي وما كاينش الا في الكونغو. كانوا الناس الكونغوليين مساكن كيفيقوا في الصباح ما كيعيشوش، فقط كيتسخروا في الغابه، كيمشيو وكيوجدوا ديك الكوطه ديك الحصه باي ثمن، والا اي قبيله اي قريه ما جابتش ديك الكوطه ولا تعطلات كيتخادوا منها رهائن، كيتخادوا زوجات اولاد وكيتشدوا في الحبس، ولا كيقتلهم الجيش البلجيكي، ولا الشرطه ديال ليوبولد الثاني كتجلدهم وكتعاقبهم باشد انواع التعذيب. بغيتك تخيل انه لدرجه قتلوا اكثر من 10 المليون انسان من شعب الكونغو، وكانوا البلجيكيين كيقطعوا الايادي ديال ملايين الكونغوليين. علاش؟ باش الجنود يقدموها كاثبات انهم قتلوا كونغوليين امتنعوا على العمل مقابل العدد ديال القرطاس اللي كيعطيوهم. هادشي كامل غير باش ما يستعملوش داك القرطاس في صيد الحيوانات ولا في صيد الطيور، لان القرطاس كان غالي. وبقينا على هاد الحال حتى ل 1908. الملك البلجيكي غادي يموت، الكونغو ما بقاتش ملكيه شخصيه ديال الملك، ولات تحت سياده الدوله البلجيكيه، يعني ولات رسميا مستعمره بلجيكيه اللي سميتها الكونغو البلجيكيه. الماس والنحاس والكوبالت والليثيوم والزنك اللي تيتصنعوا به الصناعات والتكنولوجيا والبطاريات واليورانيوم اللي تصاوبات به القنبلتين الذريتين على هيروشيما وناكازاكي، كلهم خرجاتهم بلجيكا من الكونغو. استغلال ديال ثروات هائل، وبالمقابل خلات الشعب فقير. وفي هذه الفتره غادي تزاد باتريس لومومبا، طفل بسيط تربى في وسط الكونغو، دخل مدارس كاثوليكيه، كان ذكي بزاف وتعلم الفرنسيه الكتابه والخطابه، وكان تيقرا كتوبه بزاف، كتب ديال السياسه والتاريخ والفلسفه. لومومبا في نظر البلاجيكا كيتعتبر من لي زوفوليي المتطورين، يعني الكونغوليين اللي ما بقاوش متخلفين بالنسبه ليهم، لكن تعلموا المبادئ وقراو. داكشي علاش غادي يخدموه موظف بريد ثم كاتب وصحفي محلي. لومومبا شاف بعوينته ان الابيض كيتخلص مزيان، لكن الاسود كيدير نفس الخدمه ولكن حقوقه مهضومه. حتى هو كمثقف بقى بلا ترقيه وبلا مساواه، فبدا كيكتب مقالات كيهضر على الكرامه، على المساواه وعلى نهايه الاستعمار، وبدا كيناضل. منين رجع لومومبا من المؤتمر الافريقي اللي كان كينادي بتحرير افريقيا كلها من الاستعمار الاجنبي، رجع بفكره واحده ان الكونغو خاصها الاستقلال. ودابا وغادي ياسس حزب الحركه الوطنيه الكونغوليه. بلجيكا جاها الصهد وبقياده لومومبا. هذا الحزب غادي يبدا النضال ضد الاستعمار، مظاهرات مليونيه، تدخل امني، ولومومبا غادي يشدوه في الحبس بتهمه التحريض على النظام. ومنين تشد في الحبس ولا الزعيم الاكثر شعبيه في الكونغو. بلجيكا طلع ليها هادشي في الراس، وكانت عارفه انه عاجلا ام اجلا الشعوب الافريقيه غادي تشد الاستقلال واحد مورا الاخر. الاستعمار ولا مكلف، الغرض هو ثروات البلاد، وبالتالي قالت انني ممكن نعطي استقلال شكلي للكونغو ونبقى انا نتحكم فيها مورا الستار. وفجاه بلجيكا قررت تعطي الاستقلال لشعب الكونغو وخرجت لومومبا من الحبس. لكن لومومبا كان باغي استقلال حقيقي، وحده ترابيه وسياده اقتصاديه وجيش وطني بدون اي وصايه بلجيكيه، وهذا الشيء ما عاجبش بلجيكا.
les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. ومن بعد الاستقلال، من بعد خطاب لومومبا المزلزل، الفيلم كامل غادا تكتبوا بلجيكا ما خرجاتش فعليا من الكونغو. كونغو دخلات في ازمه، تمرد الجيش وتوتر ما بين البيضين والكحلين، وبلجيكا رسلات قوات بالحجه ديال الحمايه ديال رعاياها. بلجيكا بقات تدارت الروينه، دعمات انفصال كاتانغا اللي فيها الثروات وبقات هي متحكمه فيها، ودعمات انفصاليين في جنوب كاساي، وبقات حتى انفصلات على الكونغو وبقات بلجيكا متحكمه فيها. علاش؟ لان فيها كاينه الثروات، ولومومبا ولا في خطر من جميع الاطراف. وهنا رئيس الدوله جوزيف كازافوبو وبامر من بلجيكا غادي يعلن في الراديو عزل لومومبا من رئاسه الحكومه. ولومومبا رد في الراديو ان هذا القرار غير شرعي، وتا هو قال باللي كازافوبو ما خصوش يبقى لانه داير يده في يد الاستعمار البلجيكي. وهنا نتيجه ان الكونغو ولات دوله عندها جوج الريوس، فبدات كتدخل في الشلل، وغادي يدخل كولونيل الجيش موبوتو وغادي يدير انقلاب اللي سماه ثوره سلميه، غادي يحيد البرلمان وغادي يحيد السياسيين وغادي يردها حكم عسكري. ومن هنا لومومبا ولا محاصر بالمطلوب رقم 1 في الكونغو. لومومبا غادي يقرر يهرب، غادا تشدوا القوات ديال موبوتو، شداته هو وصحيبه موريس مبولو وجوزيف واكيتو، غادي يصيفطوه للتكنه عسكريه، فين ما كيديوه كيولي بحال شي قنبله خاصهم يتفكوا منها. وبلجيكا اللي كاينه في منطقه كاتانغا كتقول لهم صيفطوه ليا، وغادي يجي القرار الاخطر باش يصيفطوه لكاتانغا واللي هي منطقه منفصله تحت السلطه ديال مويس تشومبي. كان حالفين على لومومبا حيت كان ضد انفصال منطقتهم وضد بلجيكا، غادي يسلموه للعدو، العدو اللدود مويس تشومبي. وديك الليله اللي وصل فيها مع 9 ديال الليل، لومومبا وصديقه اوكيتو ومبولي غادي يتم الاعدام ديالهم بالرصاص. الاعدام نفذته سلطات كاتانغا، تشومبي ورجاله وبحضور العسكر ديال بلجيكا. بلجيكا كانت باغا الراس ديال لومومبا يطير باي ثمن. بلجيكا عرفات انه الا خلات الجثه ديالو في قبر غادا تولي مزار، حاولات تخفي الحقيقه وذوبات الجثه ديالو في حمض الكبريتيك باشراف ضابط بلجيكي جيرارد سويت. الجثه ديالو دابت، وبقاو من الكنازه ديالو جوج سنات احتفظت بهم بلجيكا حتى 2022 صندوق من العاصمه بلجيكا غادي يوصل للكونغو، جاي في طياره جايبينه العسكر غادي يسلموه للعسكر الكونغو. وفي مشهد رسمي هذا الصندوق شنو فيه سنه ديال باتريس لومومبا، المشجع الكونغولي اللي كيبقى 90 دقيقه مفيكسي ثابت بلا ما يتحرك وبلا ما يقول حتى كلمه. هو في الحقيقه تيقول كل شيء، وربما الصمت ابلغ من الكلام. هو في الحقيقه تيقول للعالم ان الكونغو بلاد عندها نهر كيقدر يضوي القاره كامله، عندها ذهب، نحاس، كوبالت، يورانيوم، عندها ارض خصبه. لكن مع ذلك الكونغو فقيره، ما فقيراش في الثروات، فقيره في الامن، في الاستقرار. الكونغو ما تسرقاتش نهار واحد، بل تسرقات بالتدريج، وتسرقات بالاسم ديال الاستثمار، ديال المساعده الدوليه، ديال الاستقرار. المشجع الكونغولي تيقول انه منين مات الاستعمار العسكري تولد استعمار اخر، استعمار ما كيبانش، بلا علم، بلا نشيد وبلا جيوش. لومومبا فهم هاد اللعبه بكري وقالها بصوت عالي ومات فقط حيت قالها. المشجع الكونغولي تيقول شوف افريقيا كامله من الكونغو حتى للساحل، من القرن الافريقي حتى للمغرب، القاره الام، القاره اللي علمت العالم الزراعه، القاره اللي عطاته المعادن، فيها النفط لكن ما عندهاش البنزين، فيها الشمس وما عندهمش الكهرباء، وفيها الشباب وما عندهمش الامل. واليوم الكونغو كتخلص ثمن كلمه قالها لومومبا ما كانش حلم فاشل، كان انذار، الانذار اللي مازال كيتسمع. سيداتي سادتي، حلقه اليوم سالات. شكرا لكم بزاف على المتابعه، كنتمناو التوفيق للمنتخب المغربي. شكرا لكم بزاف على المتابعه، ما تنسوش تعطونا لايك، تشاركوا في القناه، تابعوني على الانستغرام. كان معاكم خوكم وحبيبكم يونس مسرار. السلام عليكم، دوزوا بخير.